صباح الخير عليكم أولا وثانيا وثالثا. خلينا في الموضوع المهم اللي احنا طالعين نتكلم عليه ده. لما تكون واحدة عاملة من ايجيبت، ركز معايا في التفاصيل اللي محدش خد باله منها. ماشي. راكبة الأتوبيس. طب انت مثلا حابة اللي الناس تقول عليك ايه؟ ما دي حاجة من الاتنين. لا اما دي بتباها ودي شحاته ما بعدها شحاته، لا اما رقم اتنين انت معروف اللي انت بيتقال عليكي شمال، وانت حابه ده كده، ومن اللي انت الناس تقول واو عليكي. تمام. طب انت لو طلعتي في الفيديو الاول بتاع الاتوبيس وعامله ميك اب وعامله ليه دلوقتي بقيتي عامله اللي انت مقاتحه ولابسه لبس عادي والحاجات دي كلها اتشالت؟ ها ليه؟ ثانيا، معقوله اتوبيس فيه 22 ولا 24 واحد كلهم هيشهدوا ضد راجل ما فيش حد فيهم ما يعرف ربنا يعني؟ انت الوحيده اللي صادقه. طب ماشي. طب رقم اتنين، انت بتقول ايه بقاله اسبوع؟ حد لو بقاله اسبوع متضايق من حد هيفضل كل شويه و200 جنيه انت خدها؟ لا ده اصله اتحرش. ولا انت عايزه تعملي ترند وحلصل حياتي؟ طب في القانون، لو هنتكلم في القانون، الف بنت تتحبسي ليه؟ اللي النيابه العامه امرت محدش يصور حد. تصوري وتبعتي على وزاره الداخليه، مش تطلعي تعملي شو والراجل. طب رقم ثلاثة، ده لو في النيابة أو في الأتوبيس حد عنده شك 1% اللي حصل سواء تحرش ولا سرقة، ما كانش خرج. بس هو غلطان ليه؟ علشان المفروض يتبعت ويشتكيكي وتتحبسي. ليه؟ لأن بقى دلوقتي سهلة أوي. إذا الجدعان انتوا ارحمونا. انتوا عارفة أي مشكلة لو ست مع ست من عمرها ما تطلع ترند، لكن ما دي واحدة ومجتمع الذكوري وأنا لبسي كذا وبتاع، وأنت نجحتي في الترند اللي أنت كنت عايزة تعمليه. ماشي. لكن تطلعي تقولي حزب الله ونعم الوكيل؟ كفايه بقى يعني انتوا. الراجل بيتحبس في القايمه وفي القرض ومش عارف في ايه وفي ايه وفي ايه، وكلكم بقيتوا على الراجل. تمام. دي هنا مش محايده بقى رجاله وستات، لا دي حاجات تانية خالص. دلوقتي بقى اي حاجه دلوقتي ملطشه، هي الست ساعه تهاجم الراجل.